اهلا بيكم في اولى او تاني فيديوهات كورس المونتاج. الفيديو الاولاني كان مقدمه على اللي احنا هنعمله النهارده. ان شاء الله هنبدا، واول حاجه لازم انت تعرفها يعني ايه مونتاج. المونتاج باختصار شديد يا صديقي هو التعديل على الفيديو. عندك فيديو حابب ان انت تمسح الاماكن او الاجزاء اللي فيها فراغ، اللي انت مثلا قاعد بتبص على حاجه بتتحرك كده بتتحرك كده، عايز تحذف الحاجات دي كلها من خلال المونتاج. مش بس كده، عندك ان انت تظبط الالوان بتاعت الصوره بتكون حاجه قبل وبعد حاجه تانية، وده مهم جدا. موضوع الالوان فوق كل الصوت، لو في مشاكل في الصوت تقدر تظبطها من خلال المونتاج. تقدر تضيف موسيقى، تقدر تضيف انتقالات، تقدر تغير الفيديو من نعسان لحركه وحماس. كل ده من خلال المونتاج، وده اللي المطلوب منك تعمله لو انت بتقدم محتوى او بتقدم منتج او كل الحاجات ديت بتفرق معاك ان المشاهد يكمل معاك للاخر. فتعالى نفتح كاب كات ونشوف اول حاجه هنتعلمها النهارده وايه هي. ما ننساش بقى تصلي على النبي وندعي لوالدي ان ربنا يرحمه يا رب، وقولوا امين، وندعي لاخواتنا واهلنا في فلسطين. دلوقتي زي ما هو قصاد منك كده، دي واجهه ابلكيشن كاب كات. النسخه اللي معايا ديت هي النسخه المتعدله او البرو، ولكن مش مدفوع فيها فلوس يعني. بتدوس على نيو بروجكت، تبدا ان انت تختار الفيديو اللي انت هتعدل عليه. فلنفترض ان هو الفيديو الاولاني بدوس عليه اد، تمام، وبيبدا ان هو يفتح معايا الفيديو زي ما هو قصادك كده. الفيديو بالطول، انا اقدر اخلي الفيديو بالعرض، اقدر اعدل على حاجات كتير، ولكن مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا هو ان انا لو حابب اقص جزء معين. يعني تعال نشغل الفيديو مع بعض كده. والاتفاق كان بسيط جدا، وهو ان الاتفاق على الاسهم يختي مثلا الجزء اللي انا خلاص فصلت وقفت فيه او قلت حاجه فيه غلط، فبروح جاي عليه الاسهم، بوقف هنا كده وادوس على الفيديو نفسه من فوق يا جدعان، وبيبدا ان هو يظهر معايا تولز من تحت كده، شريط فيه حاجات كتيره. الشريط ده كل اللي يهمنا فيه دلوقتي هي اول حاجه، وهي سبليت او قص. ازاي ان انت تقصقص؟ بتدوس على سبليت، تمام، تبدا تشغل الفيديو تاني يختي. حلو. والتداول بتيجي من اول ما انت بتبدا تتكلم تاني، او الجزء اللي انت عايز تضمه مهم جدا تكون لاحمها مع بعض. ازاي يعني؟ بص كده معايا، مع اول حركه لبقي طبعا الصوت فيه مشكله او الفيديو فيه مشكله في تاخير الفيديو لان انا كنت مصوره، فبعمل سبليت او قص على البدايه اللي انا هبدا اكمل منها. بلاقي ان في جزء في النص اتحدد، النص ده انا هحذفه عشان الفيديو يدمج مع بعضه. باجي على الجزء ده بدوس عليه او بحدده، ومن تحت فيه سله او ديليت بدوس عليها، تمام، بس كده هحذفه. هاجي اشغل الفيديو بتاعي، اتفاق على الاسهم والتداول طبعا هو الفيديو كله غلط في غلط، ولكن انا بقول لك على الجزء يعني اللي اتحذف، تمام. فبالظبط كل اللي انت بتعمله بتحدد الجزء اللي انت حابب تمسحه. لو في مثلا في البدايه مثلا نفترض ان الجزء الاول ثانيه او اتنين مش ما بقولش فيهم حاجه، فبدوس عليها برضو على الفيديو، وبدوس على سبليت، بيبدا ان هو يقطع معايا الجزء الاولاني، بيديني جزء اللي انا قطعت اللي في الاول والجزء الثاني. فانا حابب امسح اول ثانيتين، بمارك او بحدد بصبعي كده على الجزء الاولاني واعمل ديليت، بيتمسح معايا على طول. سهله يا جدعان، والموضوع مش معقد. طبعا انا بتكلم من البدايه لان في ناس كتير اصلا ما تعرفش يعني ايه مونتاج. الواجهه اللي قصاد منهم ديت بتكون معقده بعد الشيء، رغم ان هي سهله جدا والابلكيشن مسهل لك كل حاجه. بس انا هديك معلومه صغيره كل فيديو قد كده عشان الموضوع ما يغلطش معاك، وانت ما تستعجلش، خدها ستيب باي ستيب، خطوه خطوه. ان شاء الله هنتعلم حاجات اكتر مع بعض في الفيديوهات اللي جايه. سلام.